ازيكم عاملين ايه؟ انا نرمين محي الدين، والنهارده هنتكلم في موضوع جديد من قعدة صحاب. عايزه اقول لكم ان العلاقات بين الناس عموما بقى، مش بس بين الاتنين الشركاء في الحياة اللي هما الراجل ومراته او الاتنين المخطوبين او لا، العلاقات في الحياة عموما اساسها مش الحب خالص. ودي يمكن تبقى مفاجأة لناس كتير قوي حوالينا، مفاجأة لناس كتير قوي من اللي يسمعونا. العلاقات أساسها الأمان. الأمان أهم بكتير قوي قوي من الحب، لأن الحب لو مش موجود ممكن يتواجد بداله عشرة، ممكن يتواجد بداله تعود، ممكن يتواجد بداله عند ناس كتير اكتفاء مالي او حاجات كتير قوي بتتحسب من وجهات نظر مختلفة بالنسبة للراجل او بالنسبة للست، او سواء اصدقاء او اسرة او ايا كان. ولكن الامان ما ينفعش يتعوض، مفيش اي حاجة ممكن تعوض الاحساس بالامان. الاحساس بالامان هو الحاجة الوحيدة اللي لما بتختفي من العلاقة دي بتنهار. عايزة اقول لكم ان تقريبا لو مفيش امان ما بين الاب وولاده، عمرهم ما هيبقى في حياة في البيت، عمر البيت ده ما هيبقى قائم. اللي بيعيشنا كلنا مرتاحين ومبسوطين في بيوت اهالينا هو احساس الامان، واللي كتير ممكن يكونوا جربوه بغياب الاب عن بيت العيلة، سواء بالوفاة او باي شكل تاني. وبين الصحاب لو مفيش احساس بالامان في علاقتك بصاحبك او علاقتك بصاحبتك، مش هتقدري تديها ثقة، ولا هتقدري تحكي ولا هتتكلمي عن اسرارك وحياتك واللي بيدور في دماغك، وتقدري تطلعي كل اللي في قلبك بسهولة وانتي مطمنة وعارفة ان سرك كبير، وان محدش في يوم من الايام هيجي يقولك انتي قلتي وعدتي، ولا كلامك في يوم هيتاخد ضدك. فده الامان بين الصحاب. وبين بقى شركاء الحياة اللي هو جوزك، لو انتي ما حسيتيش مع الراجل اللي هتكملي معاه بقية حياتك بالامان، مش هتعرفي تكملي معاه حياتك. لو ما حسيتيش كل يوم بالليل قبل ما تحطي راسك على المخدة ان الراجل ده هو السند والامان ليا ولولاده وللبيت اللي احنا عايشين فيه، صدقيني مش هتقدري تكملي تاني يوم. هتلاقي نفسك عينك ما بتتغمضش، مش قادرة تروحي في النوم وانتي مطمنة. سبحان الله، احنا تقريبا عايشين في حياتنا بأمان ومطمئنين بوجود ربنا أولا طبعا، ثانيا بوجود الناس اللي حوالينا في حياتنا، سواء أهل أو أصحاب أو شركاء في حياتنا. إحساس الأمان الحاجة الوحيدة اللي ممكن العلاقة تكمل بيها من غير ما يكون في حاجة تانية. يعني ممكن ما يكونش في حب والعلاقة تكمل. وأظن في مواقف كتير شفناها إن واحد دافع عن واحدة في مكان، أو
انقذها من حد بيعاكسها او عايز يأذيها بشكل او باخر، او لا قدر الله حادثة، وفي الاخر القصة كملت بجواز. مش عايزين نقول انتهت بجواز طبعا، لان الجواز مش نهاية اي حاجة. و... وبيبقى ما بينهم موضوع ابتدى بحب، هو ابتدى الاول بالامان اللي جاب وراه الحب. خلاصة الموقف وخلاصة الموضوع ان الامان بالنسبة لنا وخصوصا كبنات هو اساس اي علاقة. فانت لو عايز علاقتك تستمر بالست اللي معاك، اهم احساس توفره لها هو احساس الامان. امان مادي، مع ان دي مش اهم حاجة عند الستات، ودي حاجة انا اقدر اكدها لك 100%، الا طبعا من رحم ربي. الستات مش كلهم زي بعض، ولكن احنا بنتكلم هنا عن الغالبية العظمى. الامان المعنوي اللي ده مفيش ست ما بتدورش عليه. الامان المعنوي ده اللي هو هي تبقى مطمنة انك عمرك ما هتبص لغيرها مهما حصل لها. حصل لها ظروف صحية، حصل لها لا قدر الله ظروف خارجة عن ارادتها، حصل لها مشكلة في الولادة وهي يعني حامل وبتولد، شكلها اتغير، تعب الحمل أثر عليها، تعب تربية الولاد شكلها اتغير، ايا كان اللي حصل لها، فهي تبقى مطمنة انك موجود، وعمرك قلبك ما هيتحرك لواحدة غيرها. مهما حصل ما بينكو انت موجود. الامان في ان زي ما انت بتبقى نازل شغلك مطمن انك سايب واحدة هتصونك وتصون عرضك في بيتك، هي كمان تبقى مطمنة انك نازل شغلك وانت مش اي واحدة هتنادي عليك تروح لها، انك مش اي حد ولا اي ناس حاولوا معاك كده يشغلوك، مش عايزة اقول بنات يعني، فانت هتتشغل، ولا اي حد هيعرف يلعب في دماغك ضدها، سواء بقى صحاب ولا طرف تالت ولا اهل ولا حد مؤذي، ايا كان هو مين ولا ايا كان نيته ايه. هو ده احساس الامان اللي صدقني لو غاب عن علاقتكو او اتسرسب من غير ما انت تحس او تاخد بالك، احساس الحب هيتسرسب وراه، وهتنام وتصحى هتلاقي الست مش موجودة وراه. حافظوا على احساس الامان جوه العلاقات، جوه علاقتنا بالناس اللي حوالينا. نهتم باحساس الامان، نهتم بوجود الامان، عشان دي اهم حاجة ممكن تبقى موجودة في العلاقة ما بيننا وبين اللي حوالينا. وطول ما احساس الامان موجود في حياتنا وفي دنيتنا هنفضل مطمنين، هنفضل مبسوطين، وهنفضل عارفين ان احنا مكملين حياتنا وعارفين ننام، عشان هنصحى الصبح واحنا حاسين بامان. شاركوني في الكومنتات وقولولي رأيكم، ولو عندكم تجارب او اسئلة عايزين تشاركوهم معانا احكوها لنا، اكتبوا لنا في الكومنتات. كنت معاكم نرمين محي الدين، قعدة صحاب.